السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طبق او صينيه ديال سمك دوراده معمر مرافق بالخضر اللي كيجي صحي وكيجي لذيذ في المذاق. نمروا لطريقه التحضير والمقادير. بسم الله. عندي هنايا سمك دوراده، تقريبا كل حبه فيها 600 غرام حتى 700 غرام. غاسله محيده له داك السلسل اللي كيكون في وسط الحوت اولا العظم. عندي هنايا خيزو. بالنسبه للكميه ديال الخضر كامله كتبقى على حسب الاختيار. عندي 500 غرام من هاد الخيزو، واللوبيا خضراء حتى هي تقريبا 500 غرام، بطاطا حتى هي 500 غرام. بالنسبه للخضر كامله مفوراها بقبيصه ديال الملحه. عندي هنايا قابصه ديال الشعريه الصينيه اولا شعريه الارز، خديت منها 3 ديال الحبات. غليت في الماء سخون دوك العظومه ديال الحوت، صفيتهم خويت غير الماء سخون على شعريه الارز تصبحت على هذا الشكل. 250 غرام ديال الكروفيت اولا الغامبا، 50 غرام ديال الشامبينيو. الزيتون كيبقى لكم على حسب الاختيار. عندي هنايا حبه ليمونه مصيره. بالنسبه للتزيين عندي الكروفيت 300 غرام. عندي هنايا تومه، قزبور، معدنوس، عصير ليمون. ونمروا ان شاء الله لطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه لطريقه التحضير غادي نضيف هنايا 5 الفصوص ديال الثومه، عندي 3 المعالق ديال القزبور و3 المعالق المعدنوس. ضفت نص معلقه ديال الملحه ومعلقه ديال الكمون، راس معلقه ديال اوراق سيدنا موسى مطحونين اولا ورق الرند. هنا كنضيف راس معلقه ديال حبوب القزبور يابسين مطحونين، نص معلقه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار، وجوج معالق ديال الفلفل الاحمر اولا التحميره. غادي نضيف راس معلقه ديال الكركم اولا الخرقوم، راس معلقه ديال الهريسه، وغادي نضيف تقريبا واحد نصف عصير الليمونه. غادي نضيف هنايا تقريبا 3 المعالق ديال زيت الزيتون. غادي نطحن الكل في الطحانه الكهربائيه. من بعد ما طحنتها صافي كتصبح على هذا الشكل. غادي نخلي على جانب وغادي نكملوا باقي المقادير. غادي نضيف هنايا الشامبينيو مقطع على شكل مربعات رقاق. غادي نضيف كذلك الكروفيت اولا القمرون، وكنضيف معلقه ديال الشرموله كبيره، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. وغادي نوضع المقله فوق عافيه متوسطه. غادي نخليها كتشحر في نفس الوقت كنحركها باش كتنسجم لي الشرموله مع الخليط، وكذلك كيتشحروا 5 دقائق. صافي راه صبحت واجده. غادي نضيفها على الشعريه ديال الارز. الزيتون حتى هو كنضيفو. الليمونه يعني القشور الليمون مصير مقطع على شكل مربعات رقاق، جوج معالق ديال الشرموله، جوج معالق ديال زيت الزيتون كبار، معلقه ديال الكمون صغيره، راس معلقه ديال الابزار، ومعلقه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر، راس معلقه ديال الهريسه، وراس معلقه ديال القزبور يابس. غادي نخلط الكل حتى غادي ينسجم لي الخليط كامل. من بعد ما تخلطت الحشوه كامله صبحت على هذا الشكل، غادي نمروا باش غادي نشرملو الحوت. بالنسبه للسمك دوراده اولا الحوت كما شفتوا راني محيده له العظم ديالو باش كيجي نقي وكيجي ساهل في الماكله. غادي نشرملو بالشرموله اللي وجدنا مع بعضياتنا. وبالنسبه للسنسول ديالو خديت الماء وضعت فيه السنسول وواحد القبيصه ديال الملحه وخليته حتى غلى لمده تقريبا 15 دقيقه، راها كافيه. من بعد حيدتو صفيتو خويتو فوق الشعريه باش كتجينا لذيذه وكيجي فيها داك المذاق ديال الحوت. هنا بالنسبه للسمك دوراده كنحاولوا نشرملوه يعني كامل من الداخل وكذلك من الجوانب باش كيجينا الحوت لذيذ ومشرب مزيان الشرموله. من بعد ما كملت يعني كامل الحوت كما شفتوا غادي نعمرو بديك الحشوه اللي وجدنا اولا التعميره. كنعمر الحوته كامله يعني كامله كما شفتوا، وغادي نستمر بنفس الطريقه. بالنسبه للحشوه انا درتها بالزايد يعني خليتها حتى للتزيين. الحشوه اللي غادي تبقى ليا غادي نوضعها في بابي الكويزين اولا ورق المطبخ، وغادي ندخلها حتى هي مع الحوت في صينيه مع الحوت للفرن. هنا غادي نخلي الحوت غادي يرتاح تقريبا واحد 45 دقيقه حتى لساعه ونتلاقاكم. من بعد ما ارتاح تقريبا الحوت تقريبا ساعة يعني كاملة،
صافي كنجيب صينيه كنغلفها بورق المطبخ باش ملي كنجيو نقلبو الحوت ما كيلتصقش لينا. يعني ضروري كنديرو هاد الطريقه اولا ما كتكونش الصينيه كتلتصق. هنايا غادي نغطيه بابيل كويزين ومن بعد بابيل الومنيوم. كنغلفوها مزيان وكنحاولوا نزيروا الجوانب. من بعد ما غلفت الصينيه كامله غادي ندخلها للفرن وغادي نخليها كطيب لمده 40 دقيقه على عافيه متوسطه. غادي نكملوا باقي المقادير. كنضيف هنايا معلقه ديال زيت الزيتون كبيره، راس معلقه ديال الثوم اولا الثومه، وغادي نوضع المقله على عافيه تكون قليله. غادي نحرك هاد الثومه مع زيت الزيتون غير كتبدا تسخن. كنضيف القمرون اولا الكخوفيط وكنحركو يعني في نفس الوقت كيتشحر. كنضيف هنايا راس معلقه ديال الملحه، وغادي نضيف راس معلقه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، جوج معالق ديال عصير الليمون لان السمك اولا الحوت كيواتينا دائما الليمون. يعني في نفس الوقت وانا كنخلط كنضيف هنايا معلقه ديال القزبور مقطع على هذا الشكل. صافي كنخليه كيتشحر لمده 3 دقائق وغادي نحيدو. في نفس المقله كنضيف هنايا تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، راس معلقه ديال الثوم، ودائما كتكون العافيه قليله فاش كنوضعوا الثومه باش ما كتحرقش لينا غير كيبدا يسخن الزيت. كنضيفوا الخضر. هنا غادي نضيف اللوبيا الخضراء عندي من قبل يعني مفوره مع واحد القبيصه ديال الملحه. يعني ما كنديروش الملحه في الاول بزاف غير باش كتجينا لذيذه. كنضيف هنايا راس معلقه ديال الملحه وراس معلقه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود ومعلقه ديال المعدنوس. غادي نخلط الكل يعني في نفس الوقت كيتشحروا. وغادي نضيف هنايا معلقه ديال عصير الليمون. كنخلط الكل حتى كيتشحر مزيان. صافي غادي نحيدو غادي نخليه على جانب. في نفس المقله كنضيف مره اخرى تقريبا عندي 2 معالق ديال زيت الزيتون، راس معلقه ديال الثوم غير كتبدا تسخن. صافي كنضيف خيزو اولا الجزر باش ما كتحرقش لينا الثومه. يعني في الاول فاش كنديروا الثومه كتكون على عافيه قليله. مي كنضيفوا الخضر عاد كنديروا عافيه متوسطه باش ما كيرخيوش لينا الماء بصفه نهائيه. كنضيف راس معلقه ديال الملحه وراس معلقه ديال الابزار. غادي نخلط الكل حتى غادي ينسجم ليا وفي نفس الوقت كتشحر. غادي نضيف هنايا تقريبا 2 معالق كبار ديال عصير الليمون. غادي نخلط الكل وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه ديال القزبور اولا المعدنوس نتوما كيبقى لكم الاختيار. صافي هنايا كنخليه كيتشحر لمده 3 دقائق يعني وحنا كنخلطو. غادي نخليه على جانب وغادي نمرو باش غادي نخرجوا الصينيه ديال الحوت من الفرن. هنا من بعد ما مرت تقريبا 40 دقيقة على الصينية ديال السمك الحوت حيدت له هاد ورق المطبخ يعني كامل حيدتلو. غادي ندخلو الفران حتى غادي يتحمر وغادي نكملو باقي الخضر. غادي نضيف هنايا 2 معالق حتى 3 المعالق ديال زيت الزيتون لان البطاطس كتحتاج لينا زيت الزيتون. ضفت هنايا راس معلقه ديال الثوم. يعني دائما كنعاود نذكر بالنسبه للاخوات كتكون على عافيه قليله غير كتبدا تسخن. صافي وغادي نضيف البطاطا اولا البطاطس. غادي نضيف هنايا راس معلقه ديال الملحه وغادي نضيف راس معلقه ديال الابزار وكنخلط في نفس الوقت يعني كيتشحروا وفي نفس الوقت كيتخلطوا. عندنا الخضر كامله طيبه غير كنبغيو ندخلوا فيها التوابل وكتشحر لينا. هنا ضفت معلقه ديال المعدنوس. صافي وغادي نخلط الكل وغادي نحيدها من فوق العافيه. هنا من بعد ما وجدت الخضر كامله كذلك الكخوفيط اللي وجد غادي نخرج السمك اولا الحوت ونتلاقاكم في طبق التقديم. بعد ما خرجت الصينيه ديال الحوت وضعت الحوت هنايا في طبق التقديم اولا في صينيه ديال التقديم. يعني كامل تحمر كما شفتوا كيجي صراحه هائل. صافي كنوضع الخضر كنحاولوا نديروها متنوعه. يعني كنحاولوا نديروها كامله متنوعه على هذا الشكل كيف ما شفتوا. كنبقاو نوضعوا خيزو بطاطا اللوبيا خضراء يعني كامل بهذه الطريقه باش كتجي لينا الطبق متنوع. هنايا كنضيف الخس
يعني بالنسبة للتزيين كل واحد والطريقة ديالو. وبالنسبة لهاد الخص كنضيف له ديك الحشوة اللي وجدنا من قبل، كنت وضعتها في ورق على المطبخ، وحتى هي دخلتها في صينية مع السمك اولا الحوت كيطيبوا، ما كتاخدش لينا وقت طويل. هنا كنزين بالكروفيط اولا بالقمرون اللي وجدنا، الطبق ديالنا كامل كنزينو بهاد الطريقة. وغادي نضيف نصف دوائر ديال الليمون، لان دائما السمك اولا الحوت كيواتي لنا الليمون. انا غادي نضيف غير نصف دوائر الليمون. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنقدموا لكم بالصحة والراحة والهنا، وكنضرب لكم موعد الى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم، دمت في رعاية الله وحفظه الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.